عمرك دخلت السوبر ماركت عشان تشتري حاجة واحدة وطلعت بشنطتين مليانين؟ وعمرك حسيت انك عايز تشتري منتج معين علشان بس شفته في اعلان، او انك سمعت عنه او من غير سبب واضح؟ لو اجابتك يبقى الفيديو ده علشانك. صباح ومساء الخير على حسب الوقت اللي بتتفرج فيه على الفيديو، ونبدأ بأول حاجة وهي الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل في قصة التسويق. اللي بيحصل يا جماعة ده مش صدفة ولا إنك ضعيف قدام الإغراءات، دي أسرار تسويقية بتستخدمها الشركات الكبيرة والصغيرة علشان تخليك تشتري المنتج بتاعها حتى لو ما كنتش عايز تشتريه اصلا. هم اصلا بيلعبوا على دماغك، يعني على اللاوعي بتاعك انت وعلى كمان حواسك، علشان يحولوا الحاجة لرغبة. التسويق او التسويق الخفي مش مجرد اعلانات بتشوفها، ده فن دراسة النفس البشرية علشان تبالك المنتج بتاعها، والهدف منه التأثير على قرار الشراء باللاوعي. يعني مثل بسيط كده، ليه دايما الشوكولاتة بتكون جنب الكاشير؟ وليه المنتجات الغالية بتكون في مستوى عينك؟ حاجة تانية زي الألوان، اللون الأحمر والأصفر بتستخدمه أغلب مطاعم الفاست فود. وليه البنك بيستخدم اللون الأزرق؟ بيدل على الثقة. الشكل والتصميم برضو حاجة مهمة جدا، العلبة بتاعت المنتج واللوجو، والإضاءة برضو ليها عامل مؤثر، والموسيقى اللي بتشتغل في المولات بتخليك تمشي أبطأ وبتحس باسترخاء، فتقعد أكتر وقت ممكن، فبالتالي هتشتري أكتر بضاعة ممكنة. المؤثرات الصوتية في الإعلانات، صوت فتح الكنز وصوت المقرمشات والروايح برضو مهمة جدا، زي مثلا وانت داخل قسم المخبوزات بتشم ريحة العيش، خلاص يا باشا انت اشتريت، او ريحة القهوة. في محلات الملابس بيستخدموا العطور علشان لما تشم ريحة حلوة تلاقي نفسك تمام. في حاجة كمان، الملمس، اذا كان تيشيرت او منتج معين برضو ملمسه هيفرق معاك. كل الحاجات دي بتأثر عليك، وزود عليهم حرب الاعصاب زي عرض لفترة محدودة، ده اخر قطعة، باي تو جيت وان، اي اوفر يتعرض. في حاجة كمان، التأثير الاجتماعي، لو شخص مشهور جدا بيستخدم منتج معين ده بينقل المنتج في حتة تانية خالص. حركة التسعيرة اللي بقت مفهومة دلوقتي، بدل 10 جنيه نكتب 9 جنيه 99 قرش. ظهور المنتجات في الأفلام والمسلسلات من غير إعلان مباشر، تكرار الإعلانات في كل حتة. كل ما تشوف الإعلان أكتر كل ما هيثبت في دماغك أكتر، وبنسبة كبيرة هتقتنع بيه أكتر. كل دي كده حاجات بتأثر على قرارك الشراء. طب ازاي بقى تكون زبون ذكي وتشتري اللي انت محتاجه بس؟ اول حاجة الوعي، يعني لما تكون عارف الحيل دي كلها، ده كده انت معاك سلاح كبير جدا في ايديك. اكتب قائمة بمشترياتك، انا عايز 1 2 3، لما تيجي تنزل تشتري هتشتري 1 2 3. وعايزك تسأل نفسك سؤال قبل ما تشتري، هل الحاجة دي هتقدم لك قيمة ولا لا؟ وعايزك كمان تتعلم تقول كلمة لا للرغبات اللي حواليك. لو انت شخص مهووس بالشوبينج، في دلوقتي تطبيقات كتير علشان تقلل ظهور الاعلانات او تخفيها كمان خالص، وقلل وقتك على السوشيال ميديا علشان ده اكبر خطوة. الموضوع مش مجرد بيع وشروه، ده بيكون فن اقناع وتأثير. شركات بتصرف مليارات علشان تبيع لك المنتج ده، وهم اصلا مش بيستهدفوا جيبك بس، هم كمان بيستهدفوا عقلك اللاواعي. فعلشان كده عايزك تكون واعي. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، سلام.